التصرف ده لو فهمتيه عمرك ما هتزعقي تاني، لأن المشكلة مش في طفلك، المشكلة في الحاجة اللي هو بيصحيها جواكي. أم كانت بتقول ابني بيستفزني، بيزعق، يعاند ويرد بطريقة تضايقني جدا، وكل مرة كانت تزعق وهو يعلي أكتر، لحد ما في مرة قالت لي هو بيقول لي نفس الكلام اللي كان بيتقال لي وأنا صغيرة. طيب ليه نفس التصرف ده بالذات بيستفزك؟ ليه مش أي حاجة تانية؟ هل هو بيستفزك فعلا ولا بيحاول يقول حاجة بس بطريقته؟ الطفل مش عنده الوعي إنه يستفزك بالشكل ده، هو بس بيحاول يوصل إحساسه. بس اللي بيخليكي تنفجري مش التصرف، هو الإحساس اللي بيتحرك جواكي. طب أعمل إيه بقى؟ خليني أقولك تعملي إيه بالظبط في المواقف دي. مثال: لما يزعق، بدل ما تقولي وطي صوتك حالا، اعملي كده: وطي صوتك انتي الأول، انزلي لمستواه، قولي أنا سامعاك بس مش هفهمك وانت بتزعق. بعدها اسكتي ثانيتين، لما يهدى قولي تاني بهدوء. مثال: لما يعاند اعملي كده، أدي اختيارين: هتلم اللعب دلوقتي ولا بعد 5 دقايق، بدل صراع القوة. لو رفض، تمام، أنا هساعدك تختار بهدوء مش بعصبية. مثال: لما يضرب اعملي فوراً، امسكي إيده بهدوء وقولي أنا مش هسيبك تضرب، بس فاهمة إنك متضايق. بعد ما يهدى قوليله قولي يا ماما أنا زعلان بدل الضرب. شايفة؟ لما فهمتي هو حاسس بإيه عرفتي تتصرفي إزاي من غير زعيق. كل مرة بتزعقي فيها انتي بتعالجي سلوك، بس بتسيبي الجرح. لو فهمتي النقطة دي هتبطلي تزعقي، مش بالعافية، بالفهم.